السلام عليكم ورحمة الله. اش اخباركم؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. واليوم جيت ندوي لكم على واحد القضية اللي مازال جديدة، القضية اللي مازال ما داز عليها حتى اسبوع، واللي باقا الشرطة كدير التحريات ديالها وباقا قيد التحقيقات. اليوم جيت باش نقول لكم التحقيقات الأولية والبلاغ الرسمي الأول ديال الشرطة القضائية ديال مدينة سوق الأربعاء الغرب المنسقة مع شرطة مدينة القنيطرة. هاد القضية غادي تدينا لمدينة سوق أربعاء الغرب، وبالضبط بدوار ولاد بن سبع. تما فين نهار الجمعة، هاد الجمعة هادي اللي فاتت، كان واحد سراح غادي بالغنم ديالو كما العاده في الصباح الباكر، فغادي يلقى واحد الجثه ديال واحد الطفل صغير اللي هو اللي غادي ندوي لكم عليه، الطفل اللي كيتسمى يوسف، وفي العمر ديالو 4 سنوات و6 اشهر بالضبط. غادي يلقى الجثه ديالو مليوحه حدا واحد الدار في واحد البحيره، وغادي يمشي يجري باش يخبر الدوار، حيت هو على علم بان الدوار كامل في ليله قبل كان كيقلب على واحد الطفل متغيب اللي معرفوه والديه فين زاد. الطفل يوسف كان الدوار مقلوب كيقلبوا عليه هذيك الليله، ومشاو نعسوا الناس باش الغد ليه تاني الصباح غادي ينوضوا يقلبوا عليه. ففاش لقى الجثه ديال هاد الدريري فقال ربما هذا هو الوليد اللي كيقلبوا عليه. مشى تيجري باش يخبر الساكنه ديال الدوار، وهنا غادي تكون الصدمه بان الجثه ديال الطفل اللي لقى هي ديال يوسف اللي قلت لكم عنده 4 سنين و6 اشهر، اللي تغيب نهار الخميس. نهار الخميس كانت الام ديالو معروضه لواحد العرس كان عند الجيران، وجا عندها يوسف مسكين، جا عندها قال لها لبسيني الجبادور ديالي. وهاد الهضره على اللسان ديال الاب ديالو هو اللي كيقول هاد الهضره اللي كنقول لكم. جا عندها قال لها لبسيني الجبادور ديالي، قلبت على الجبادور ديالو لقاتها مقطعه وهي تلبسو غير واحد القبيه، وقالت لراجلها صافي انا غادي ندي معايا يوسف وغادي تمشي للعرس. قال ليها وجدي لي واحد البراد ديال اتاي قبل ما تمشي. قالت ليه لا انا غادي نمشي نجيبو لك دابا نيت من العرس. مشات باش تجيب ليه اتاي، جابت اتاي، جات رجعت للدار قالت ليه يوسف فين هو؟ ما كاينش. قال لها ياك مشى معاك؟ قالت ليه لا علاه ما بقاش معاك انت؟ قال لها لا مشى معاك. هادشي اللي كيقول الاب ديالو. قال ليها لا راه ما مشى ديك الساعه تبعك من وراك، انا كيصحابني مشى معاك ربما كيلعب مع الدراري الصغار تما. قالت لي ما علينا خذ اتاي، انا غادي نمشي نرجع نشوف، راه غادي يكون كيلعب غير مع الدراري الصغار. مشات تما كتقلب في الدراري ديال داك الدوار واش كاين معاهم ولدها، ما لقاتوش. دخلات كتقلب في العرس، كتقلب طابله بطابله، كتقلب تحت من طوابل، كتقلب في اي بلاصه ممكن طيح لكم على راسكم، كتقلب على وليدها يوسف وما لقاتوش. ففي البلاصه كيحبس هذاك العرس كما كيقول الاب، كيحبس الجوق. كلشي الناس كينوضوا كيقلبوا معاها على الولد يوسف، كلشي كيقلب يقلب ما كاينش تما نهائيا في الدوار حداهم، لدرجه ولاو كيعيطوا بالميكرو. وحتى من الامام ديال المسجد حتى هو مشى الميكرو ديال المسجد وكيعيط وكيقول لهم شكون شاف الوليد يوسف راه لابس كذا وكذا، راه العمر ديالو جاي ل5 سنين. المهم قلبوا عليه، باتوا الساكنه تنصاصت الليل كيقلبوا على يوسف ولا اثار، ما كاينش الاثار ديالو. كما قلت لكم حتى لديك الصبيحه فاش هذاك السراح غادي يعثر على ديك الجثه ديال داك الطفل وغادي يجي عندهم للدوار، وفاش غادي يجي وغادي تكون كما قلت لكم الصدمه، وغادي تكون الجثه ديال يوسف. غيقول لهم الاب حتى شي حد ما يقرب لولدي، حتى شي حد ما يقيسوا، عيطوا ليا على البوليس، ولدي قتلوه، ولدي اغتصبوه. كثرت الاقاويل، كثرت الهضره، راكم عارفين حيت لقاو الدري مليوح تما. فاول حاجه غادي تجي في بالهم هي ان الدري شي حد شدو اغتصبو وقتلوه. وهاد المجرمين اللي قتلوا هاد الطفل فكيحطوه حدا واحد الدار ديال واحد الحمق كيكون ساكن فيها، غير واحد الحمق مسكين ساكن في ديك الدار.
حطوه حداها باش الشرطه اول حاجه طيح لها في بالها هي ان داك الحماق هو اللي اغتصبو وقتلو. ولكن هاد الهضره ما كاين منها والو، فالدري ما مغتصب ما والو، حيت عرضوا على الخبره الطبيه ولقاو الدري ما معرضش لاغتصاب نهائيا. الدري مقتول بالخنق لانهم لقاو الاثار ديال الكرده على العنق ديالو ومزير عليه من اللور، يعني اللي قتلو قجو حتى مات الله يرحمه. المهم غادي الشرطه العلميه غادي ترفع البصمات كامله اللي كاينه على داك الطفل يوسف. ولحسن الحظ ان حتى شي حد من الساكنه ما قرب ليه مقاسو، يعني الوضعيه كما كيقول الاب ديالو، الوضعيه اللي لقاو عليها لقاوه متكي صنداله لابس هذه الميك هذوك صنادل بحال البانطوفه وصنداله على راسو. ما قدرش ننزل لكم الصراحه، انا شفت الصوره ديال الطفل، ولكن احتراما للأسرة ديالو الصغيرة والكبيرة فما بغيتش ننزل الصورة ديالو. المهم لقاو الطفل كما قلت لكم متكي في ديك الوضعية، والغريب في الامر هو ان الطفل لقاوه ما فازق ما والو، حوايجو يعني ناشفين. يعني هذاك الوليد كون بات في ديك البلاصه الليل كامل، راه كما عارفين كيكون دا في الليل وكاين البرد قارس كما كنعرفوا في المملكه المغربيه هاد الايام، يعني ضروري ما الوليد غادي يصبح وليداتو فازقين. فالشرطه مباشره غادي تعرف بان هذاك الوليد ما تحط حتى لداك الصباح، يعني تقتل بالليل وما تحط حتى الصباح. اول حاجه غادي يبداو بها الشرطه، غادي يبداو التحريات، هي غادي يبداو مسكين مع داك الحماق هو الاول غادي يديوه باش يشوفوا واش هو مول الفعله، اللي هو مسكين بريء 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 من دم هذا الطفل. وغادي يستجوبوا الاسره ديالو واحد بواحد، يعني فرد بفرد كاملين اللي قاطنين بداك المنزل غادي يديوهم باش ياخذوا الاقوال ديالهم ريثما تخرج النتيجه ديال البصمات اللي رفعت الشرطه العلميه واللي كانوا كيتسناوها غادي تخرج على 24 ساعه. من بعد ما خداو الاقوال ديال الاسره ديال الطفل، طبيعه الحال كل واحد رجع في حاله وبقاو كيتسناو النتيجه ديال البصمات. وبالفعل كتخرج نتيجه البصمات وكيلقاو بان البصمه ديال الخال ديالو هي اللي كاينه على العنق ديالو. للاسف الشديد الخال ديالو لقاو البصمه ديالو على العنق، ولقاو واحد البصمات في الجسم ديالو ديال الاخوات ديالو جوج، وحده كتبلغ من العمر 17 سنه وحده كتبلغ من العمر 20 سنه. الشرطه مباشره كتلقي القبض على الخال وعلى الاخوات بجوج، وراهما دابا الاخت ديالو صغيره القاصر اللي عندها 17 عام فهي تحت المراقبه، والاخت ديالو الكبيره اللي عندها 20 عام والخال ديالو فهما رهن الاعتقال. المهم لهاد اللحظه هذه اللي كندوي لكم فيها باقي ما كاينيش مستجدات، يعني علاش قتلوا داك الوليد وشكون قتلو، واش الخال اللي قتلو بوحدو، واش بالمشاركه مع الاخوات ديالو بجوج، شنو السبب علاش قتلوه. باقي ما توصلناش دابا بحتى شي خبر رسمي. الخبر الرسمي والبلاغ الرسمي اللي دارته مديريه الامن بلاربعه الغرب والمنسقه مع المديريه ديال امن القنيطره، فقالت انهم باقين رهن الاعتقال ورهن التحقيقات، يعني مازال ما سالاوش من التحقيقات باش نقول لكم شي حاجه اللي مؤكده. المهم الاقاويل اللي كدور تما في الدوار وعلى واحد اللسان ديال واحد الجاره ديالهم قالت بانه كاينه شي علاقه ما بين البنت وما بين الخال ديال الطفل. انا قلت لكم خال ديال الطفل وما قلتش لكم خالها، لان البنت من ام وداك الطفل يوسف من ام اخرى، حيت الاب ديال الطفل يوسف مزوج بجوج ديال العيالات، عنده الزوجه الاولى وكاينه الزوجه الثانيه. الزوجه الاولى هي اللي والد معاها دوك البنيات، وهذا الخال فهو اخ ديال الزوجه
الثانية. فالجارة اللي صرحت لإحدى القنوات في اليوتيوب بأن كاينة علاقة ما بين البنت وخال ديال يوسف، فربما كان شافهم في شي وضعية وداكشي علاش قتلوه، بين قوسين الله اعلم. حتى شي حد ما يدي تقليد ديال شي حد، حيت في التصريح ديال الاب ديالها قال بان البنت عرضوها على الخبره الطبيه، البنت عزباء، يعني ما كاينه حتى شي حاجه من ديك الهضره اللي كيقولوا، والله اعلم. باقين شي وحدين كيقولوا حكا ما حكا قتلوه على قبل الورث. المهم كما كنقولوا فاش كطيح البقره كيكثروا جناوه. ولكن الاب التصريح اللي قال بانه من الاول كان قلبه ما مطمنش لهذا الاخ ديال الزوجه ديالو، بحكم ان فاش جاو الخطاب لهاد البنت ديالو كان شرب شي سم باش ينتحر. في هذيك اللحظه فاش شرب السم تما بدا كيدخل ليه الشك، يعني تقدر يكون شي لغز تما حنا ما عارفينوش، الله اعلم. ما نقدروا نقولوا حتى شي حاجه، وما نقدر انا نتقلد بحتى شي حاجه حتى يخرج البلاغ الرسمي والاخير ديال النهايه ديال التحقيقات. هادو هما الاخبار اللي عندي اليوم، ولا كانت شي حاجه جديده فضروري غادي نوافيكم بها. المهم هو انه الطفل تلقى ومقتول، والمشتبه الرئيسي الاول هو الخال، لان البصمه اللي كاينه على العنق ديال الخال ديالو. في انتظار انتهاء التحريات نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل باذن الله. فإلا كنتي اول مره غادي تشوفي او تشوف القناه ديالي فما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك، وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.